ايه ده؟ عشان المايك يجيبها بس انا عندي. اهلا بيكم من عكنا بقى. النهارده هتكلم عليها يا استاذ مندو. هنتكلم عن ذا لاست اوف اس، المسلسل مش اللعبه. مبدئيا كده لاست اوف اس، انا لعبت اللعبه بتاعته، مندو ما لعبهاش، فاحنا نحاول نتكلم بالمنظورين وفي نفس الوقت من غير محرق، يعني مش فاكر قوي بس هحاول. لاست اوف اس ما لعبتش لعبه او ما شفتوش. فلاست اوف اس بيتكلم باختصار عن بطلنا جو والي وهم بيسرفايف بوست ابوكاليبتيك وورد. يعني احنا بنشوف بعد كده ازاي جول وإلي يتقابلوا وبنمشي معاهم بقى بقية القصة. ممكن نتكلم الأول شوية عن المسلسل من غير حرق. مبدئيا يا جماعة ما لعبش اللعبة ما يقلقش خالص، بالعكس انت هتستمتع قوي. مندو كمان هيتكلم في الحوار ده. مسلسل جامد، وخصوصا لو انت بتحب الحاجات البوست ابوكاليبتيك او الحاجة اللي فيها ثريلر وكده ودراما. بس يعني المسلسل مش ما يعتبر، يعني لحد اول 3 حلقات مش رعب الناس اللي بتخاف، فعادي ممكن يعني هو ممكن شوية لقطات كده بس، يعني عادي ممكن تتفرج. انا كواحد ما لعبش اللعبه خالص، واصلا ما كنتش اعرف اي حاجه عن ذا لاست اوف اس غير ان هي لعبه اللي هي بوست ابوكاليبتيك ومش عارف ايه وزومبيز ومش زومبيز وعارف بس جول وإلي من الحاجات اللي بشوفها عن اللعبه وكده. بس ما كنتش اعرف اي حاجه يعني عن القصه نفسها وازاي بتمشي وكده. فالمسلسل مديني اتموسفير كويس، مفهمني اغلب الحاجات بسهوله جدا، مش معقد الدنيا على حاجه. وفي نفس الوقت السيناتوجرافي فيه رهيبة، الست ديزاين حلو فشخ. اختيارهم اصلا للممثلين. نقطة بس عايز اوضحها، يعني هو بتوضيحا كزومبيز، بس هو مش زومبيز عشان الناس اللي ما تعرفش حاجة وهتخاف او بتاع، فهو مش زومبيز. هو بس احنا بندي المصطلح ده عشان ما نحرقش في القصة، بس هو مختلف تماما عن الزومبيز. انا لما دخلت، انا ماليش في الزومبيز قوي، حاجات الزومبيز دي قوي. بس اللي هو انا عارف ان لاست اوف اس لعبه حلوه جدا والناس كلها اتكلمت عليها وكده. وكمان تبع اتش بي او ماكس، وبيدرو باسكال بيمثل، وانا بحب بيدرو باسكال جدا، ممثل عظيم. بس فقلت لا، المسلسل ده هيبقى جامد، فقلت لا انا لازم اشوفه. فعلا انا اتبسطت ان انا شفته، بالذات ان هو كمان موضوع الالعاب. انا بحب الجو اللي هم عاملينه، اللي هي الادابتيشنز عموما، اللي بتفضل باي ذا واي نادرا ما بتنجح يعني. الادابتيشنز هي ما بتنجحش عشان السبب اللي انا هقوله ده، ان هو في الاغلب الوقت بتديفيت او بتبعد عن الاصل بطريقه مش حلوه. بتجود من عندها او بتغير حاجات، اللي هو دي الحاجات اللي بتخلي اصلا المسلسل حلو، او قصدي اللي بتخلي اللعبه مثلا حلوه او الكتاب حلو. فاللي هو انت ليه تغيرها؟ يعني غير حاجات ماشي تغيرها بتاع، لكن ما تغيرش المهم. فدي احلى حاجه عجباني في ذا لاست اوف اس، بالذات ان هي كمان تحس ان انت في اللعبه. ممكن من هنا نتكلم بقى بحرق خلاص. اخر كلام يا جماعه، اتفرجوا عليه لو ما شفتوش لحد دلوقتي، ونتكلم بقى براحتنا عادي. تمام. قبل بس ما نقول حاجه، اولا احنا هنتكلم عن اول 3 حلقات مع بعض، وفي الاغلب هنعمل مراجعه لكل 3 حلقات مع بعض. احنا فهي بتتقسم ل3، من اول 3 حلقات، بعدها من 4 ل6، ومن 7 ل9. احنا شفنا اول 3 حلقات، فهنتكلم عليها حلقه حلقه. اولا الحلقه الاولى كانت حلوه قوي. فكره ان هي 1.5 ساعة دي انا اتخضيت منها في الاول، اللي هو ايه 1.5 ساعة؟ وبعدين وانا قاعد، لا انا عايز تاني، انا عايز يفضل المسلسل مكمل، مش متضايق خالص. الطريقه اللي وروا بيها ازاي الانفكشن ممكن يحصل، او الاوريجين بتاعه الزومبيز، اللي هو الانترو اللي في الاول. تعالى نقسمها ل3 بارتس الحلقه دي. ماشي، تمام، نتكلم عليها واحده واحده. بارت 1 الانترو اللي بيجيب لك ازاي التفسيريه، وبارت 2 اللي هو وقت اول ما البانديميك حصل، والحته اللي بعد اللي هي 20 سنة. اللي بعد 20 سنه. يعني نبدا ببارت 1.
بارت 1 كواحد انت ما لعبتش اللعبه وداخل كده على المسلسل، وبيوريك بيحاول يفهمك الموضوع ساينتفكلي وبطريقه رياليستيك فشخ، فاللي هو انت ما تعرفش اي حاجه، فتقبلتها بقى ازاي؟ انا انبهرت بصراحه. اصلا الطريقه اللي عملوها ان هم جابوا في الستينات والناس اللي هو قاعده في التوك شو، طريقه ان هو توك شو دي جامده قوي. كانت جامده قوي. واللي هو بيديك بس اللي هو ازاي الدنيا هتمشي وكده، وايه السبب اللي ممكن يحصل فيه البكتيريا ده. وبعدين في الاخر اخر حته لما بيقول لك we lose. ويوصلك كمان الرعب قوي، اللي هو فعلا ان دي حاجه ممكن تحصل، ويعمل لك ريليشن بيها وبين العالم الحقيقي. وده اول اختلاف ما بينها وبين اللعبه. مبدئيا المشهد ده مش موجود في اللعبه. فبس مبدئيا كده انت اول حاجه عملتها بره اللعبه وكانت جامده فشخ. اقنعتني وقلقتني وحسيتني فعلا دخلتني في المود ان دي حاجه مش طبيعيه، مش زي اي حاجه بتاعت زومبيز فجاه مرض نشا، فاهم؟ والعالم اتفشخ. فكانت داخله جامده قوي الصراحه، اشتريت، فاهم؟ انا برضو بصراحه الحته دي خلتني اقعد اركز اكتر مع المسلسل، وافضل بقى مركز ايه اللي هيحصل بعد كده. وبمناسبه الانترو لازم نتكلم عن التتر نفسه. تتر عظمه بجد، روحت تاتش كده جيم اوف ثرونز مع الساوند تراك. يا جماعه اللعبه الساوند تراك ده عظيم عظيم. انا عموما كنت هسألك على الموضوع ده، هل الساوند تراك ده متاخد من اللعبه ولا متاخد من اللعبه ومعدلين عليه حاجه بسيطه كده بس؟ بجد هو اصلا يعني البيز نفسه بتاع الساوند تراك هو فالموضوع بيحسسك كده بجمدان وانت بتلعب اللعبه، والساوند تراك نفسه جامد. يعني حاجه اللي هو تعلم وتدندنها كده. عموما انا بحب الحاجات دي جدا، بالذات بقى الناس اللي لعبت اللعبه هتبقى مبسوطه قوي بحته النوستالجيا اللي هو بيسمعك الساوند تراك دايما. الساوند تراك اصلا نفسه حلو فشخ. انا طول ما انا بتفرج على الثلاث حلقات انا عايز اسمعه بقى، عايز افضل اسمعه. طيب نخش على الجزء الثاني من الحلقه. ازاي البانديميك حصلت، ودي كانت نقطه حلوه قوي الصراحه. والانترودكشن بتاع كاركتر جول وبنته واخوه. يعني دايما كان مشكله حوار التقديم البانديميك ازاي بيحصل في حاجات الزومبيز برضو. بتبقى فيها مشكله، بتبقى مش باحسن طريقه او مش بيقدمها بالكمال اللي هو حاول يوصلها لك ويوصل لك اللي بيحصل فعلا. وبطريقه الاخراج في الحلقه كمان ان هو بيحاول يعيشك في الاحداث اللي هنتكلم عليها برضو. فطريقه التقديم برضو مع اختلافات في اللعبه ان هو اداك مساحه اكتر لساره اللي هي عاملاها نيكو باركر. بنت دي جامده قوي. دي بنت جول صح؟ بنت جول. بنت جول عامله الدور بجد، انا حبيتها فشخ. يعني انا وانا قاعد اتفرجت وانا لاعب اللعبه وعارف اللي هيحصل، وقاعد قلبي بقى بينبض ومش قادر اللي هو لا انا وبتاع، بس مستمتع لان هم بيضيفوا لها مشاهد خلوا اللي ما لعبوش اللعبه يتعلقوا بيها ويحبوا البنت اللذيذه اللي علاقتها مع باباها والجو ده. فالانترودكشن بتاعت ساره نفسها والكاركتر اللي بنوها كانت حلوه قوي، خلت اللعب واللي ما لعبش يتاثر بالمشهد، حتى ولو انت لعبت وعارف اللي هتحصل هتتاثر برضه. العلاقه طبعا كانت جامده، الممثله رهيبه. طريقه بقى الاخراج وهم في العربيه مثلا في العربيه اصلا اللقطه كلها اللي هي لما بيكتشفوا الفيروس هو بيدخلك جوه الاحداث، مش اللي هو بيشرح لك بقى من الاول وجه ازاي وكده. لا انت في وسط الحدث حاسب الطياره وحاسب البتاع اللي هو انت فاهم انت قاعد معاهم. دي كانت لقطه متاخده من اللعبه بس هي فعلا في اضافه المسلسل حسسك ان انت موجود جوه. كنت عايز برضه ارجع للبوينت في اول الحلقه عمل لك هنتات ان هو نسي يعمل بانكيك، تمام؟ وان برضو في اخر اليوم ما جابش التورته. نسي يجيب التورته. فده يعني هو كان البانكيك ما كانش فيه دقيق او حاجه. دي كنت عايز الناس تاخد بالها منها. دي انا ما خدتش بالي منها خالص بصراحه، بس كده عشان انا مش عارف ايه السبب، ما كنتش لسه عارف ايه السبب. ما هي دي برضو ما كانتش موجوده في اللعبه، دي كانت نظريه بس ما كانش في حاجه اوفيشال ليه اللي حصل وايه ايه سبب البانديميك والكلام ده ما فيش حاجه اتقالت في الجيم اوفيشال. وفي المسلسل عملوا لها تقديم بصراحه برضو اقنعني قوي. هي دي البريد ثيري اللي كنت تقولي عليها بالظبط. هي دي. اوكي. فكانت اكدوها في الحلقه الثانيه وكانت حاجه روشه قوي الصراحه. تمام. نخش في الحته الثالثه من الحلقه اللي هي الفلاش فورورد. البانديميك ودلوقتي البريزنت داي. انا بصراحه يعني كل اللي توقعته عشان انا عارف اللعبه وكده. يعني انا متوقع ايه جول وايلي بقى وهيمشوا في بوست ابوكاليبتيك وورلد وما فيش غير ناس قليله ومش عارف ايه. متوقعتش بقى ان في كورنتين زونز وفي ناس عايشه وفي اللي هم الفيدرال المؤسسه اللي هي الحكوميه دي. هي بنت هي فعلا.
وكمان في ريبلز اللي هم الفاير فرايز ومش عارف ايه. فانا بصراحة عجبني تقديمه الموضوع ده. منطقية. هي منطقية لان هو كمان عامل فلاش فورورد 20 سنة. مم. فاللي هو يعني في العادي اللي هو الحاجات دي بيبقى مركز لك على اول حبة في البوست ابوكاليبتيك وورلد اللي حصل. فبيبقاش لسه تكون الحاجات دي. 20 بس سنة مش 20 سنة رقم قليل خالص. 20 سنة اكيد هيبقى الناس اتجمعت وكونوا حكومة جديدة وعملوا بالظبط. نظام مش عارف ايه. لا يعني انا برضو نفس التعليق بتاعك، وخصوصا عشان أنا لاعب اللعبة فعارف الفيدرا وفاير فلايز، وبس التقديم بتاعهم كان جامد برضو. تقديمة آه، الفاير فلايز عموما. تقدمت الفاير فلايز كانت كويسة وخصوصا إلي. إلي يا امم جماعة، أنا بالنسبة لي لما الحوار بقى اوفيشال إن بيلا رامزي هي اللي تعمل الدور، صراحة ما كنتش قابلها قوي، لأن هي مش شبه خالص إلي في هي اللعبة. مش شبهها فعلا. بس أنا كنت حابب الممثلة، يعني بحب الممثلة من جيم اوف ثرونز، فأنا عارف إن هي ممثلة جامدة. فلما عرفت بيدرو باسكال قلت عظيم. بيلا رامزي قلت ماشي يعني اوكي، ما كنت قلت هشوفها واحكم عليها، لان هي مش شبهها خالص. وستيل وانا بتفرج في اول حلقة كنت مش عارف قبلها شوية، بس حابب يعني صراحة حبيتني فيها. وفي تقديمها لشخصية إيلي، هي عاملة إيلي بالظبط، هي عاملة روح إيلي فشخ. طب بس كويس. هي الملامح هي الواحد لحد دلوقتي بيحاول مختلف. يتقبلها. بس مع وصول الحلقة الثالثة أنا ابتديت خلاص أتقبلها إن هي إيلي. بس هي يعني عاملة الدور الصراحة، دور إيلي اللي هي الطفلة المتمردة اللي بتضحك وكل الكلام ده، والكاريزما ما بينها وبين بيدرو باسكال الصراحة محببة اه الموضوع أكتر. ما هو ده اللي انا كنت هتكلم بقى فيه نخش في الحلقة التانية. خش في الحلقة التانية. عايز اولا بما اننا في الحتة دي، الانترودكشن بتاع إيلي كان حلو قوي. وفكرة ان هو ورى لك ان هي مش انفكتد، وازاي بقى ايه السبب ان هم هيبدأوا هي وجول يبقوا ماشيين مع بعض. بقى كمان حتة الراديو اللي هو ازاي كانوا مم. بيستعملوا الكودز بتاعت الراديو عشان يتواصلوا مع الناس اللي بره الكيو زي او الكورنتين زون. عجبني ان هي اللي فهمتك، عشان هي بتتكلم بمنظورنا اللي هو هي اه مش عارفه، فبتشرح لنا هي فهمت ايه. ولما قعدت تقول طب والايتيز بقى ايه، وبعد كده راحت قفشاها. فاللي هو بتعبر عننا شويه بمنظور جامد. وكده كده يا جماعه طول الحلقه الحاجات اللي متاخده من اللعبه فشيخه، والاضافات اللي ضافوها جامده قوي. مع كل حلقه برضه هنتكلم في كده، في التانية نفس الكلام. انا عجبني حاجه بقى من ناحيه الستوري تيلينج، ان هما بيدونا معلومات صغيره عن إيلي وجول واحده بواحده. وجول طبعا المعلومات اللي هي في ال20 سنه اللي احنا ما شفناهاش، ان هو يعني ازاي اعرفك على إيلي اكتر ان هي اورفن ومش عارف مم. ايه وكده. فدي كانت حلوه. نرجع بقى نتكلم عن الانترو بتاعت الحلقه اللي هي الفلاش المشهد باك. الفلاش باك اللي بيفعل الحاجه اه هو الفلاش باك كان معمول حلو قوي. فكرة ان هم قوي. جايبينه من حتة تانية في العالم خالص، يعني مش فكرة جديدة بس كانت معمولة بس بطريقة انت لذيذة. عارف فكرة اندونيسيا برضو، لان هي اندونيسيا كانت في وقت ده 2003، دي حاجة انا كنت يعني بعد كده لما شفت الحلقة عرفتها، ان هي فيها اكبر مصانع او بتنتج اكتر انتاج للدقيق. فحتى عشان اوكي. كده جاب لك في الحلقة الانتشار ده حصل في مصنع دقيق. طب ما ده يخليها اصلا، يخلي اللقطة دي يعني احسن بكتير. يعني انا كده ايوه بالظبط. تمام، انا كده بقول لك مبسوط منها. عاملين انترودكشن بيفسر لك، والناس كمان اللي ما شافتهاش بطريقه توصل لك المعلومه وتقنعك ان هو فاهم مختارين اندونيسيا. وعشان حوار البريد ثيري اللي كانت الفانز بيفكروا فيها او بياكدها لك، وان تبقى اول حاله في مصنع بتاع دي وكده. فده بيوري لك قد ايه الديتيلز اللي هم بيركزوا فيها، وعشان يعني اخلاصا للعبه، وعشان يشجعوا الناس اللي ما لعبتش اللعبه تتفرج. فتحيه الصراحه للكورايترز اللي هو كريج مازن ونيل دراكمان، ده اللي هو عامل اللعبه وكاتب القصه بتاعت اللعبه اوريدي مم. يعني. وكريج ده اللي هو برضو كان عامل شيرنوبل، والصراحه عامل شغل جامد قوي. اوكي. فلا هو مبين كمان، وفي هنتات بيشبهوا بشيرنوبل بالذات في اللقطه بتاعت اندونيسيا دي، كادرات كده بتفكرك بيه. فلا هو انا الصراحه شغل تقيل يعني. انا اللي كنت عايز اتكلم عليه برضو حاجتين. اول حاجة السيت ديزاين او العالم تحفه نفسه معمول حلو جدا. قوي، مجودين عن اللعبه اه كمان. هم مجودين على اللعبة. انا شفت اللقطات اللي هي الكومباريزنز، في ديتيلز زياده ومعمول بطريقه معمول بطريقة فشيخه. نظيفة طبعا بقى السينماتيك يعني. فاللي ايوه هو قوي. انا عايز اقول لك هيصرفوا واحنا بقى. قاعدين كنا مبهورين، اللي هو ايه ده، ايه انا برضو الجمدان ده، اللي هو شكله طبيعي وريل بجد. انا كنت برضو مبهور نفس الانبهار ده بصراحة.
وكمان عجبني ان هم استخدامهم اللي هو الاوبستكلز اللي بتبقى في اللعبه، اللي هو مثلا الحته اللي بتعدي من فوق الخشبه، بتعدي الخشبه. انا ما كنتش عارف ان دي في اللعبه تمام، بس الحته دي والحته اللي هم بينزلوا من على السلم من على اللادر وبيخشوا مش عارف من اوضه ايه ويطلعوا من الشباك، اكنك في جيم بلاي اكنك مود. في جيم، اكنك في جيم بالظبط. اللي هو انت دي الحاجات اللي انت وانت بتلعبها ما بيدخلكش ابدا من بوينت ايه لبوينت بي مش بسهوله. كات سينز وراكبين على بعض. لازم يلففك ويحركك ومش عارف ايه. فانا عاجبني ان هم ماشيين بالجو ده، ومبسوط منه جدا. وغير كده بقى الزومبيز، الكليكرز بعد اذنك. الكليكرز، آه. عشان انا ما اعرفش طبعا اسمهم يعني الحقيقي. انت دلوقتي شفت الكليكرز، ما تقولش زومبيز بعد اذنك. حاضر. الكليكرز، وانت ما عرفتش اللعبه، اه فكبقى الديزاين بالميك اب بالتفصيل اصلا تقارن بزومبيز هم مختلفين تماما، بس كشكل وكتصرفات وكل الكلام ده. بص، هو كان رهيب آه. بصراحة. أنا ما توقعتش. أنا كل لحد المسلسل لحد الحلقة التانية. الحلقة الأولى كان باين بس أول سيمتومز، اللي هو الناس اللي كانت مليانة دم ومش العادية. عارف إيه. فلو أنا كنت فاكر إن كلهم هيبقوا زومبيز كده قبل ما يجيبوا وشهم. أنا ما كنتش متوقع إن يبقى شكلهم عن كده. أنا كنت فاكرهم هيبقوا شكل أي زومبيز عادي، اللي هو ناس موتى وبتحرك وكده. او كوربسز يعني. بس ما تخيلتش ان هو بقى هيبقى فانجس حرفيا. والبتاع. لا، معمول حلو فشخ. انت لما بتبص عليه فانجس، اللي هو ايه ده، كأنه مشرومية بايظة. بالظبط. الحاجة عظيمة. انا وحتى كريج ميزن كان بيتكلم ان هو كان بيفكر يغير في الديزاين بتاع الكليكرز وكده، بس شاف ان هو مفيش حاجه هتعدي جمدان اللي في اللعبه الصراحه، لان هو فعلا كانوا جامدين. ما اعرفش بقى بعد كده هيعملوا، يعني اللي انا زي ما بقول لك في كذا نوع في فممكن يعملوا حاجه مختلفه بعد كده، وانا متفائل الصراحه ايا كان هيعملوه. فكليكرز الصراحه اوقع من اللعبه، فانت بتشوف، انت لعبت اللعبه فبتشوف بقى حاجه واقعيه اكتر. فاللي هو ايه يا جدعان الجمدان ده، الصوت هم مستخدمين نفس اللي عملوا الصوت في اللعبة، يعني عم مسجلين المسلسل برضو. فالصوت بجد بيحسسك بالرعب كده، واللي هو فجأة تقعد ساكت وانت بتتفرج، فاهم، تعيش معاهم اللحظة. فكانت لقطة جامدة بتاعت الميوزيم دي اوي الصراحة، اللي هو وتقريبا برضو عاملينهم اخطر من العاديين، لان مثلا في اللعبة انت كنت ممكن يبقى عامل لك كذا كليكر وتحاول تهرب وبتاع، لكن ده هنا في الميوزيوم 2 وانت مش عارف اللي هو بالظبط. انا اصلا عجبني قوي في موضوع الصوت ده كمان. الطريقه اللي بيبيلد بيها تنشن في المواقف دي عاملينها حلو جدا. اللي هو الاصوات، ويبداوا يتلفتوا ويبصوا، واللي هو ما تعملش صوت مش عارف ايه، ويديك معلومات قليله برضو عنهم، اللي هو مفيش هزار. لما قال لها ما تتكلميش بعد كده من this point forward ومش عارف ايه، وفضلوا ساكتين. وبعدين قال لها ان هما ما بيشوفوش بس بيسمعوا. اللي هو دخلك في الحلقة. يعني هو حتى ما شرحش إلي تعتبر زينا، اللي هو لسه او زي الناس اللي ما لعبتش، اللي هو بتبقى من البوينت فيو بتاعتنا، اللي هو بيحاول يفهمها، لسه احنا بنفهم من خلالها الاحداث. فاللي هو اول حاجة عرفتها اللي هو ايه، ما تعملش صوت. وبعدين قال لها بعد كده ان هم بيسمعوا بس ما بيشوفوش. فدي حاجة اللي هو ايه، تفضل انت قاعد متنشن كده ومستني، عايز تفهم اكتر، عايز تعرف ايه اللي هيحصل لهم وبتاع. فدي كانت نقطة جامدة قوي جامدة بصراحة. قوي الصراحة. ودخلوك في الأحداث وحسوك بكل توتر وبينا للبوينت من أول ما دخلوا الموزيم لحد ما هربوا. فكانت لا بانية محترمة. نخش بقى على المشهد اللي بعديه، وهو مشهد تس الموت بتاعها. طب قبل ما تتكلم عليه، انا بس عايز اقول ان مشهد موت تس او ان هي اتعضت، يعني انا كنت متوقعها بصراحه. يعني هي غابت شويه، يعني هم عاملينها بطريقه متوقعه سيكا. بس انا اعتقد عشان كده هي يعني بتموت ايرلي، او الناس اللي عارفه اللعبه عارفه. فاللي هو قال لك خلاص مش هنبذل فيها مجهود قوي. الصراحه معموله احلى من اللعبه حلو جدا. يعني المشهد بقى اللي هي بتضحي بيها بنفسها دي كانتش موجوده، ما كانتش موجوده في اللعبه، معموله احسن. المشهد ده ما كانتش موجود. وفكره برضو انت عارف ان نوصل لك ان الفنجس بيتوصل مع بعض في الارض. الحته دي فشيخه ومش موجوده في اللعبه برضو. هو زود لك تنشن زياده ورعب اكتر، ان الموضوع ممكن يقلب في ثانيه دمار، فاهم انت؟ بس واحد بس مش عارف حصل له ايه، ممكن يجيب لك هيرد في ثانيه من انا الموضوع ده
او الزومبيز العاديين، ما تقولش زومبيز بعد اذنك. الموضوع ده في الحلقة الثالثة لما إيلي شافت الواحد الكليكر اللي كان في الأرض ده وكانت بتشرحه كده، كنت خايف اللي هو إيه، لا استني أيوة طب ما أيوة. ممكن يجي فاهم، عشان أنا مش عارف إمتى ده بيشتغل، فهو فعلا بيبيلد بالله انت تنشن خد كويس. بالك انت مش ضامن حاجه، فاللي هو احذر على كل خطوه. فلا المشهد اللي عملوها، والصراحه الحاجه اللي هي مقززه بس روشه، اللي هي لقطه البوسه لما الانفكتد دي كان انا خضتني يعني هي بس معموله اللي هو بس معموله حلو. فكره جامده. ويعني في الاخر راحت مولعه في المكان، بس هو المشهد كان معمول جامد الصراحه من اوله لاخره لحد ما هربوا وكل الكلام ده. هنخش بقى على الحلقه الثالثه الويردلي بطريقه ما عجباني فشخ، بطريقه يعني يا ولاد الكلب جزباله جزباله يا امريكان. يعني انا كده قبل ما نتفرج شفت طبعا ريفيوز قد ايه الحلقه هتبقى جامده، واي جي ان تقريبا كانت مدينا 10 اوت اوف 10، فقلت حلقه عظيمه كالعاده فاهم، فيلا نشوف. الصراحه يا جماعه اللي شاف الحلقه يعني زي ما كنت بقول لمندو دي اكتر علاقه بين انا حبيتها في تاريخ المسلسلات يعني بغض النظر عن النجاسه والقرف، بس بجد بيل فرانك دول الشخصيتين معمولين حلوين قوي بغض النظر يعني انت حاول بس تفصل، يعني هو دي في الشخصيات مش هتقدر تشيلها، بس الكاركترز والدراما اللي قدموها في الحلقه، الممثلين والكاركترز نفسهم جامده قوي. الفكره فيهم اللي يعني علقك بيهم اكتر ان هو عايشك معاه من وقت البانديميك اول ما بدا لحد الوقت اللي احنا فيه، وفترات في النص احنا ما شفناهاش لسه اصلا، اللي هو 2007 2010 و2013، وكل شويه يوريك حاجه تعلق بشخصيات اكتر، واللي هو اداك اصلا باك ستوري ليه مش موجوده في اللعبه. يعني انا كنت ناسي شويه الكاركترز دي. فرانك ما كانش موجود اصلا، هو بيل، وبيل ما كانش برضو مساحه كبيره قوي، بس لا دول بجد انا كنت عايز اعرف انفستد وبالذات بيل ليه بوتنشال في العالم ده رهيب من اول دقيقه، وهو في البنكر اللي جوه البنكر اللي هو انت يا ابني انت عامل، انت مولود للمرحله دي فاهم. فكل الحاجات اللي هو وضبها لحد ما تقابل مع فرانك، فبيل صراحه لا يعني كان عنده بوتنشال، انا مش عارف هم ليه موتوه مع فرانك، حاجه حزينه قوي الصراحه. يعني كنت نفسي اشوفه الصراحه مع التطور اللي هيحصل. انا عندي نظريه للحته دي، مش مؤثر مثلا أو. لا مش مؤثر، بالعكس ده اصلا مبدئيا اللي عامل بيل نيك اوفرمان ممثل تقيل فشخ يعني. انا بحبه لدور واحد بس، اللي هو دور رون في باركس اند ريكريشن، ده مسلسل اصلا سيت كوميدي تمام، بس الدور بتاعه جامد فشخ في المسلسل، دايما بيضحكني تمام. وهو الفكره ان هو في المسلسل بيبقى على طول ما بيعملش تعبيرات وش، انا وشه مألوف عليا بميمز كتير كده، فهو بجد يضحك. حتى في الميم، عارف الميم اللي هو بيجيبه وهو بيرمي الكمبيوتر في الزبالة، فانا اول لما شفت وشه بس انا عرفت انه الدور ده هيبقى جامد، التمثيل بتاع دور بيل هيبقى كله جامد من اوله لاخره. فعلا ده اللي حصل، بيل من اول لقطة طلع فيها لحد اخر لقطة كان عظيم. والتنقلات ما بين السن اللي هو من اول ما بدأ لحد ما عجز خالص، والايموشنز بتاعته قبل ما يتعرف على فرانك، وقد ايه هو كان منعزل خالص وشخص متوحد، وقد ايه حتى لما مؤاخذة قال له ان هو كده وراح بايسه والتاني ما كانش يعني رياكشنه كده اللي هو مش متعود على حاجه زي كده، او اللي هو ماشي فاهم انا هطلع استحمى وتعالى بس بغض النظر بجد يعني لا يعني انا يعني انت لو كنت قلت لي تعالى يا باشا اتفرج على حلقه بطلها 2 وما فهمش ما في الحلقه ما فيهاش اكشن، كنت اقول لك ايه الخرا ده فاهم، او يعني مستحيل يعني حاجه زي كده تعجبني، موضوع غريب. لكن انت لا انا اشتريته وما كنتش عايزهم يموتوا فاهم. مش فاهم الصراحه الفكره الباك ستوري قويه قوي دي في الاخر تخلص، يعني اتمنى يبقى ليها بيربس بعد كده، سواء المكان اللي يعني بجد ليه بوتنشال اكبر بكتير وريسورسز موجوده جواه،
او حاجه برضو حصلت في الريليشن بتاعت بيل وجول. بيل وجول نفسهم. لان انت يعني انا تمام ستوري حلو وعجبني الشخصيات قوي وحبيتهم، بس طب ده هيفيدني في ايه قدام بقى؟ يعني انا هستفاد بايه بالحته دي؟ فهي دي الفكره اللي انا بس عايز، يعني انا متاكد ان هي تبقى ليها سبب، يعني لحد دلوقتي اللي انا شفته فانا واثق هم بيعملوا ايه، والتعديلات اللي هم حاطينها احسن بكتير من اللي في اللعبه، فمش خايف يعني. بس انا فضولي اللي هو طب انت موتهم خلاص في اخر حلقه، هنروح لايه بقى بعد كده؟ فاهم؟ بص انا النظريه اللي عندي انه هو مبدئيا موت بيل عشان يدي الستوري بغض النظر عن يعني الحته ايوه. هو خلى بيل يموت عشان حاجتين. اول حاجه عشان يبقى هو دراميا يبقى هو وفرانك انا يموتوا كنت مع بعض. بس يعني كان ممكن فرانكي يتكل على الله وهو يكمل. بجد الكاركتر عندها بوتنشال جامد قوي، هو كده كاركتر ليه بوتنشال، سيرفايفل مش طبيعي، فاهم؟ بس اعتقد ان هم كمان عملوا كده عشان يدي مساحة لجول وإلي او يعني البيدرو باسكال وبيلا رمزي ان هم يشتغلوا اكتر، ويورينا هو عايز يركز على العلاقة ما بين جول وإلي بعدين، فمش عايز يدخل كاركتر زي بيل في النص ياكل منهم الجو او يبقى اللي هو دايناميك. يعني هو اعتقد دي نظريتي ان هو عايز يركز على الدايناميك بتاع جول وإلي اكتر. ده طبيعي. فهو طير لك بيل من الحسابات في الاول عشان يركز على دول اكتر. انا متفهم وما عنديش مانع، بس انا فكره ان هو اداني حلقه كامله من الباك ستوري اللي يعني علقني بيهم قوي وفي الاخر موتهم لي. فانا مش اللي هو طب موتهم ليه، بس انا مستني بقى يعني حاجه تريفرنس او تساعد على ده، لان ما تبقاش خدت كل الحلقه كلها عنهم وهي حلوه وانا انفستد فيها فشخ. يعني خلينا نستفاد منهم. يعني انا عارف ان بيل مش بيطول قوي في اللعبه، انا يا جماعه برضو مش فاكر قوي، فطبيعي ان هو ما كانش يطول في المسلسل عشان هو مش ما ياثرش على جول وإلي ويبقى يعني التركيز كله عليه. بس قصدي ان هو فاهم يبقى ليه اهميه، وده انا اعرفه بعدين. بس انا كده مبسوط من اللي شفته، ويعني مفيش حاجه مضايقاني غير طبعا ان هم HBO جريئه كالعاده، فاخدوا راحتهم شويه. دي حاجه برضو زهقتني شويه في الحلقه، ان هم يعني اللقطات اللي كان فيها علاقه بيل وفرانك كانت مطولين فيها زياده عن اللزوم. يعني حتى لو يعني بعيدا عن الاجندات والحاجات دي، لو كانت يعني برضو اللي هو علاقه عاديه يعني كان برضو هيبقى اللي هو انتوا طولتوا فيها قوي. انتوا يعني هي انا فاهم ان هو عايزين يبينوا الجانب الاخر من بيل، ان هو راجل كان منعزل ومقفول ولوجيكال ومش عارف ايه، فبيوريك هو ازاي ممكن يبقى ايموشنال. بس حسيت ان هم طولوا قوي فيها زياده عن اللزوم، يعني كانوا ممكن ينجزوا الموضوع دراماتيكلي، ويعني كيبين الشخصيات والبوند اللي بتحصل ما بينهم، فممكن اديهم عذرهم شويه. بس كمنظر انا ما كنتش محتاج اشوف كل ده. بس يعني كان ممكن ينجزوا فيها. كان ممكن ينجزوا فيها. بس طبعا HBO طبعا بقى ايفوريا والحاجات دي وجيم اوف ثرونز، فيعني مش محتاجه، فاهم؟ مش متوقع حاجه عكس كده من HBO يعني، ومصدقوا يلاقوا حاجه زي كده وتعالى يعني. الريليشن بتاعت إلي وجول في الحلقه دي برضو ابتدت تتطور قوي. ايوه يعني جاب لك بقى خلاص اللي هو جول تأقلم ان هي خلاص إلي هتفضل معاه، ولما ساب له اللتر وشاف حته لما كانت كاتب له تاس خد بالك عشان تكيب تاس سيف وبتاع، فكروا بحوار فشل مع ان هو يحمي بنته وكمان تاس، فاللي هو خلاص بقى ابتدى يتأقلم من هو لازم يكيب إلي سيف بالظبط. دي الميشن بتاعتي، وابتدى بقى خلاص يتأقلم يتعامل معاها كويس، وقال لها الرولز هتمشي على الثلاثه دول عشان نعرف نتعامل وبتاع، وهي برضو مطيعه الحمد لله. فابتدت بقى ريليشن تقوى، وده اللي الواحد مستنيه الصراحه، لان دول من احسن ريليشن في الفيديو جيم يعني. كده كلامنا على ابيت 3. مستني ايه من المسلسل؟ دلوقتي وصلت لاول كوارتر من المسلسل، اول تلت يعني عشان لو ماثماتيكلي يعني انا مبسوط لحد دلوقتي، حاسس ان هو حاسس ان هم ماشيين معايا في التوب 10 من دلوقتي. لو ما كانش الاول لسه هم ماشيين بطريقه كويسه لحد دلوقتي، بيبنوا كويس، بيعملوا كل حاجه
زي الفل. انا ما بيعلوا على زهقتش نفسهم. انا ما زهقتش في الحلقات خالص لحد دلوقتي، يعني ما اللي هو مفيش خالص. حلقه اللي حسيت ان هو بطيئه. في الاغلب في حلقات دايما في النص المسلسلات بيبقى في حلقه او اتنين كده لحد بتحس ان دلوقتي هي احنا بتنزل. بعيد لحد عن. دلوقتي ما وصلناش، فده كويس. انا هتوقعها بس عشان لازم يبقى في يعني حلقة تخيش او اه تبقى اقل من، يعني انت بس شوف دلوقتي اول 3 حلقات كلهم جامدين، مش كلهم اكشن، بس انت مش لازم اللي هو اكشن طول الحلقات، بس ده انت لسه في 3 حلقة وخلاص، في 6 حلقات متبقيين وفي احداث كتير قوي لسه هتحصل واكشن وحوارات. فانا كده كده خصوصا ان هو 9 حلقات، فانا اعتقد الموضوع متكبس. فاعتقد ان يعني مش مفيش حلقة تبقى مملة. ممكن حلقة ما تبقاش بنفس الجمدان اللي فاتت مثلا وهكذا، بس مفيش حلقة اعتقد هتبقى هتخيش يعني. ما انا متوقع ان الدايركشن اللي ماشي فيه المسلسل ان هو يبقى مم. من احسن الحاجات اللي تخيل. نزلت السنه دي، مم. وكمان يبقى من احسن الحاجات. يعني انا قلت اتش بي او ماكس وادابتيشن للعبه ناجحه جدا ومعمول حلو واختيار الممثلين كويس، ففي الاغلب دي فورمولا تعمل حاجه زي جيم اوف ثرونز، حاجه تعمل ناجحه الاتش بي او زي جيم اوف ثرونز. دي حقيقة. فده اللي انا حاسه بس يعني متوقعه. هو للأسف ما اعتقدش ان هي هتطول للدرجة دي لا كده بس. كده مش هتطول، لان طبعا اللعبه هي مقسومه جزئين. مم. انا حاسس ان هم هيخلصوا هو خلصوا اول لعبة بارت كده 1 في كده في الحلقه سيزون 1، مع اني كان سيزون نفسي 1. بارت 1 ده يتقسم على كذا سيزونين مثلا. بس من الميزة اللي فيه ان المسلسل هيبقى فيه متلغم احداث، فاهم؟ اه سيزون 2 خلاص اوفيشال يا جماعة ان هم يعملوا سيزون 2 من تاني اه حلقة اصلا، فدي حاجة جبارة. فانا خايف من سيزون 2 بس يعني اللعب هيعرف. بس كده كده يعني اللعبة فيها حاجات جامدة قوي، بس مش عارف، اتمنى زي ما شفنا في لحد دلوقتي التغييرات اضافات جامدة، اتمنى يعملوا تغييرات جامدة في سيزون 2 تضيف احسن، ويشوفوا اللي ما عجبش الناس في اللعبة التانية، عشان كان في اراء كان في متناقضة مشاكل كتير. الستوري جامدة قوي بس فيها حاجات كده لو طوروها زي الحاجات اللي بيزودينها العنصر الدرامي دي ممكن تحسن بكتير يعني. ده كان كلامنا على لاست بس يا جماعة، واتمنى نكون امتعناكم او يعني تكون الحلقة عجبتكم. ولو حابين نتكلم عن اللعبة اكتر او نتكلم في حاجة تانية قولوا لنا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك لايك اللايك سبسكرايب المتين. وجرس. ايوه كل ودعمونا الكلام اللذيذ ده، وكومنت طبعا. اه قولوا لنا كده ايه رايكم في الحلقه. شرفتونا من على الكنبه. يا ريت تيجوا تاني في اي وقت. كان بقت ساعة والله. احنا بس واخدين مساحه عادي ممكن يعني احلامنا كبيرة شوية. بس آم، يلا ان بس خلاص كده، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. شاء الله. يلا سلام.